يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، يسعد صباحكم احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. اخباركم يا حبايب قلبي؟ النهارده زي ما انا معوداكم مع روتين السمك الجميل والشوي بقى وقليه. وطبعا يا بنات انا بعمل نوعين سمك زي ما انتم عارفين، عشان عندي ناس بتاكل مشوي وناس بتاكل مقلي، واللي بياكل ده ما بياكلش ده، فلازم نرضي جميع الاطراف ونرضي كل اللي في البيت عشان ياكلوا بالف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا رب من تحت ايدينا، اللهم امين. المهم جايبين النهارده شويه سمك. احنا بنقول على السمك ده سمك شبار، بس ما شاء الله جميل جدا، اللي هو السمك الصغير بتاع الشويه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين السمك اللي على ايديك الشمال ده جميل جدا 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 وطعم ومسكر وحاجه، يعني حاجه مسكره سكر يا بنات، والله العظيم على قد ما هو صغير كده بس بيبقى طعمه جميل جدا. شايفين ما شاء الله السمكه طازه وعينيها زي ما انتم شايفين بتلمع، والخياشيم هفتحها لكم دلوقتي. شايفين ما شاء الله برضو الخياشيم بتاعتها ورد وجميله ونظيفه، وسمكه لوز اللوز. انا بقى من عشاق السمك الصغيره، شايفين العين بتكون كده بتلمع ومنوره، تبقى السمكه دي طازه. وهنا جبت سمكه كبيره شويه للقلي، برضه عشان الناس اللي بتحب السمك المقلي، ونضفناه كويس ونضفت السمك معاكم كتير قبل كده. بشيل انا راسه بالعين بكل الخياشيم بكل حاجه، ونضف بطنه كويس جدا. شايفين الليمون، الليمون صغير، حتى الليمون يجي الزمن عليه، مش عارفه الليمون اللي حصل. المهم اللي وصل معانا لعند هنا حط لايك يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. ما تنسوش يا حلوين اللايك بالله عليكم، اللايك امانه لكل واحد يخش عند الفيديو تحط لي احلى لايك. الفلفل الاخضر بتاعنا الجميل بقى اللي بيفتح النفس ده. يلا اول حاجه بقى هنا نبتدي ونسمي الله مع بعض ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، انا بجيب الحله بتاعتي ونزلت بيها هنا بشويه زيت. طبعا انا هنا ناويه ان انا احضر الرز. انا بحب احضر الرز الاول واسيبه على جنب، واروح اشوي السمك وارجع اقلي السمك. واخدين بالكم من الحوارات دي؟ والله العظيم تبقى لف. بس يلا ربنا يعيننا يا رب ويجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. انا هعمل رز ابيض عادي جدا جدا زي ما انتم شايفين. نزلت بشويه الزيت واتقدحوا معايا وحطيت الملح، وبعد كده نزلت بالميه بتاعتي عشان تغلي. وهنا بغسل الرز على ما الميه تغلي اكون انا غسلت الرز المصري بتاعي غسله كويسه محترمه، وانزل بيه زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. الرز ده ما شاء الله جميل جدا على فكره يا بنات. في افاده لسه شايفاها بيقول لك ميه الرز ده مفيده جدا جدا للشعر، فانا ان شاء الله هحاول انا يعني اخد ميه الرز دي بعد كده ونستخدمها على شعري وشعر البنات. وطبعا اي بيت فيه بنات بنحب دايما نشوف الحاجات الجديده الحلوه. احنا سمعت ان هو بتاخد ميه الرز مع معلقه بن، فما فيش مشكله نجرب كده ونشوف الدنيا هتعمل معانا. احنا عندنا بنات ولازم نجرب لهم، طالما حاجه مش هتضر يبقى خلاص ما فيش مشكله نجربها ان شاء الله. ان كان في افاده خير، ولا ما كانش بقى مش هتضر باذن الله. هنقعد نغسل الرز زي ما انتم شايفين يا حلوين لعند الميه بتاعته ما تبيض خالص، تبقى معاكي ما شاء الله تبارك الرحمن، عشان يخلي معاكي الرز ابيض ومنور كده وايه بعد ما يستوي. بعد ما حطيت بقى الرز يا حلوين رحنا عشان نشوي السمك. وطبعا انا بشوي على الصاجه زي ما انا معوداكم. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن النار طالعه من فوق من تحت، اللهم اجرنا من النار وعذابها يا رب. ربنا يعفو عنا ويعافينا يا رب. النار صعبه جدا يا بنات، ربنا ما يكتبها علينا ولا على امه محمد ولا على اي حد، ويهدي جميع الناس يا رب، اللهم امين. اللهم اجرنا من النار وعذابها يا رب. شايفين السمكه ما شاء الله والله يا بنات، شويه الصاجه دي جميله جدا 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 ممتعه. وبيطلع السمك مشوي كده اكنه مشوي على الفحم حاجه، يعني شوفي خدي بالك من اللحمه المسلوقه او اللحمه المشويه بطريقه في الفرن مثلا، او اللحمه المشويه على الفحم، او فراخ مشويه في الفرن، فراخ مشويه على الفحم. الفحم بيفرق جدا، ريحه الدخان كده مع ريحه الفحم بتدي طعم ونكهه جميله جدا للسمك. واحنا هنا بنشوي زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. والسمكه بتاعتي حلوه بطنها كويسه، وسمكه ما شاء الله. في ناس بتفتح السمكه بتفتح بطنها وتحشيه، انا بعمل كده في السمكه الكبيره. بس السمكه الصغيره اللي هي الشباره دي انا بسيبها بخيرها كده بصراحه. انا بحب مصمصتها، بحب طعمها. بتبقى طعمها حلو كده، تحس السمكه بلدي كده. تشوي معاك السمكه وبعدين الدهن في البطن بينزل بقى يحس ان بيقليه، بيبقى حاجه 10/10. وكده انا خلصت السمك بتاعي وجيت لقيت البنات ربنا ما يحرمني منهم ابدا مجهزين لي دقه السمك، وهي عباره عن قرن فلفل اخضر وقرن احمر وطماطمايه وشويه توم وليمون والملح بتاعنا والكمون، وبيبقى حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا حطيت الدقه بتاعتي على السمك، بس لقيت ان ميته كانت يعني شديده شويه او زايده عن المعتاد اللي انا عايزاه، فصفتها واسيبه بقى اغطيه واسيبه يتكمل مع نفسه كده. بتكمل بتطلع معاكي السمكه ما شاء الله حاجه 10/10. يلا بينا احنا كده يا بنات عملنا الرز وعملنا السمك المشوي، ونروح بقى نعمل السمك المقلي. شايفين الرز بتاعنا ما شاء الله تبارك الرحمن جميل جدا وابيض ومفلفل وحاجه 10/10. انا هنقله على عين الصغيره واوطي عليه جدا لعند ما ايه نقلي السمك بتاعنا ونجهزه.
هنا في الطاسه بتاعتي بقى انا بنزل بشويه الزيت، وبجيب السمكه بتاعتي واحط فيها الحشو بتاعنا زي ما انتم شايفين. طبعا السمكه مش كبيره، مش محتاجه تتشرح من الظهر ولا حاجه. وهنا الدقيق بتاعي دي عادي جدا، لا متبلاه ولا حاطه فيه اي حاجه، بامانه بعمله يعني ايه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. بحشي البطن بحط فيها الدقه اللي هي التوم والفلفل، ده فلفل احمر وفلفل اخضر، ومعاه فصين توم وشويه كمون. طبعا السمك زي ما احنا عارفين السمك بيحب الكمون. ابطن بقى السمكه بتاعتي كلها كده بالدقيق زي ما انتم شايفين. وطبعا الزيت بتاعنا يكون سخن، وانزل بيه. هنا انا بجرب اول سمكايه، انا لقيت الزيت لسه ايه مش سخن قوي، فانا صبرت على السمكايه التانية لما نزلت بيها. لازم ننزل بالزيت يكون دافي معانا. خدوا بالكم التركايه دي بتطلع معاك السمكه ما شاء الله تبارك الرحمن، بتبقى من جوه يعني من جوه مستويه جدا مفيهاش دم، ومن بره بيكون لونها ايه وردي وجميل كده ومقرمشه حاجه 10/10. هنا الزيت سخن ما شاء الله. نقلي بقى السمك بتاعنا يا بنات مع نفسينا كده وكده اخر حاجه، ونجهز بقى طبق السلطه الجامد بتاعنا. ويا ريت يا ريت لو في جنب طبق السلطه طبق البصل. طبق البصل ده يا بنات انا من عشاق البصل، تقطعيه جوانح كده او شرايح. شايفين السمك ما شاء الله لونه ايه جميل جدا، لونه ذهبي كده ومقرمش، وكان مقرمش والله يا بنات تحفه. شايفين انا بسمعكم صوت القرمشه، بس للاسف انا بفصل الصوت عشان بيبقى صوت العيال جنبي في الفتره دي، ما بعرفش ان انا اسيب الصوت على حاله. بس طلع معاكي شويه سمك 10/10، وزي ما انتم شايفين الجمال حاجه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تاخدوش بالكم من السمكه اللي جعت عليها قوي دي، انا ما خدتش بالي منها واتلفت وانا بعمل السلطه، فهي احمرت شويه زياده عن اللازم. وعملنا طبق السلطه بتاعنا الجميل، وعملنا طبق البصل اللي بالخل والليمون شايفين بعشقه البصل ده مع السمك كده بيفتح النفس، ولا مع الكشري حاجه 10/10. والسمك المشوي بقى اللي انا من عشاقه، وانا ما بحبش السمك المقلي قد كده، انا بعشق السمك المشوي بيبقى جميل جدا، بالذات السمك الشبار الصغيره دي تحفه تحفه، وطعمها سكر اقسم بالله جميله. جربوا السمك الصغيره دي هتعجبكم جدا، وشوفوا وشكوا على خير يا رب، مع الف سلامه.